كريستال. السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل صينية جلاش بالصدق تحفة. هتدمنوها وهتعملوها بالطريقة دي على طول. هنحضر صينية على النار أو طاسة ونحط معلقتين زبدة ومعلقة زيت، ونحضر بصلتين كبار ونضربهم في الكبة ونقطعهم قطع صغيرة ونقلبهم كويس على النار، ونحط عليهم معلقة ملح كبيرة ومعلقة فلفل اسود كبيرة، ونقلب البصل لحد ما لونه يبقى ده، لحد ما يوصل اللون ده. بعد كده هنحضر الصدق ونقطعه ونقصه كده بالمقص ونقطعه بالسكينة قطع صغيرة، هنقطعه بالشكل ده وهنشوحه مع البصل. يلا كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنقلبه كويس جدا. لو حابين لحد كده ممكن نحشي بيه الجلاش، بس انا بحب احط عليه طماطم. احط 3 طماطمات اضربهم في الكبه، واهم حاجه معلقه السكر اللي على الطماطم. لو حابين تحطوا فلفل اخضر انا حطيت قرن واحد وبس كده. خلصت حشوه الجلاش، وهنقلبهم تقليبه ونطفي على النار. طريقته سهله وبسيطه والمكونات كلها عندنا في البيت. ولو حابين تعملوه باللحمة المفرومة ممكن نبدل الصدوق باللحمة المفرومة، برضه هيطلع طعمه لذيذ. بقى الجلاش هنحضر كوبايتين لبن وعليهم معلقتين زبدة يا دوبك بس الزبدة تدوب على النار، ونحط معلقة بيكنج باودر ومعلقتين ملح صغيرين ومعلقة فلفل اسود، ونقلبهم تقليبة حلوة بالمضرب من غير بيض بقى ولا اي حاجة. هو البيكنج باودر بيخلي الجلاش مرتفع وبيبقى تحفة. هنحضر صينية ندهنها بالزيت او اي مادة دهنية. هنحضر الجلاش وهندهن كل طبقة ما بين التانية السقسقة اللي احنا عملناها باللبن. بجد طريقتها احلى، ولا دقيق ولا نشا ولا زبادي ولا اي حاجه. والسمنه برضو بتبقى تقيله على المعده لما بندهن الجلاش. كل طبقه سمنه بتبقى تقيله جدا، فالطريقه دي احلى. ممكن برضو لو في شوربه بنسقسق بيها برضو بيطلع جميل، بيطلع معانا زي الرقاق. وهندهن نحط كل طبقه جلاش ونسقسق بيها اللبن. هنقسم الجلاش الكمية اللي عندنا، وهناخد واحدة واحدة كده نحطها ونسقسق، وبعد كده نحط الصدوق. نوزع كمية الصدوق اللي احنا عاملينها في الجلاش، بعد كده نجيب النص التاني بتاع الجلاش ونحطه برضو طبقة طبقة ونسقسق زي ما عملنا في الجزء اللي تحت. لو عندكم الجلاش متقطع ومن الفريزر نحط الكميات المتقطعة دي بتبقى في النص، ونخلي السليمة من تحت خالص ومن فوق. مش هنرمي اي حاجة، كل حاجة هتتحط في الصينية مش هتبين خالص. وهنقطع الجلاش بعد ما نرصه كله الكمية اللي عندنا، هنقطعه كده بالسكينة، وهرش حبة جبنة موزاريلا وهدخلها الفرن. بس كده دي الطريقة بتاعتي، وهيطلع معاكم تحفة كده وطعمه لذيذ جدا.